اسمه المنفي يا سي تبون. يعني تستقبل رئيس دولة واستقبال رسمي وبروتوكول والدنيا وكذا كذا وما تعرفش اسمها، هاي كارثة. لكن المسؤولية ليست مسؤولية تبون. تبون مش لازم يعرف الناس كل وش اسمهم. أولا مسؤولية مديرية البروتوكول ومديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية. عنده مدير بروتوكول معاه جيش، عنده مدير إعلام معاه جيش. يجوا يديروا له كما يقول لك الناس قاعدة نص ساعة مع تبون، يقولوا سي تبون راهو جاينا الرئيس تاع ليبيا اسمه المنفي. اسمها سي تبون؟ اسمه المخفي. لا مش مخفي، المنفي. المنفي يا تبون مش مخفي. اوكي. وهاو شكون امو، هاو شكون بويو، هاو شكون هاوش ياكل هاوش ما ياكلش. هذا البروتوكول يا عباد ربي، هذا البروتوكول. بروتوكول انك كي تروح تستقبل واحد يجيك البروتوكول يعطي لك نوع البارفان يديروا الرئيس. قال هذا الرئيس تاع ليبيا راهو يدير شانيل بلو شانيل، البارفان تاعو بلو شانيل، وراهو يتكيف المالبورو. ربك تغلط تعطيله السيجاره، ما يتكيفش السيجاره، يتكلم يتكيف مالبورو. وراهو ما يحبش ريحه البخور، اذا ما ديرولناش البخور في الشومبر. وراهو ياكل فريت اومليت، ما ياكلش فريت اومليت بالبيض. سي تبون السيد هذا راهو ياكل فريت اومليت، ما ياكلش فريت اومليت بالبيض. انه الاعلام غلط لانه هذه ينظم ماهيش مباشر. في المونتاج انا قلت لكم الزريبه تاع الاعلام في رئاسه الجمهوريه الزريبه كاوري حتى صابوا في المونتاج. اسمع حرب قال المخفي حتى صاب المخفي، فوتها نحي المخفي وخلي اسم لاحظ برك. كيفاه رئيس الجمهوريه يغلط في ضيفه؟ كيفاه عباد ربي رئيس الجمهوريه يغلط في ضيفه؟ جايين الضيف من المخفي وبالعربيه يا سيدي. ما قالش رئيس الهند ولا رئيس الصين جونغ بونغ، ممكن حتى رئيس الكوريا ولا الصين اسمه جونغ هونغ بونغ ما نغلطش فيه، نقراها جونغ بونغ هونغ جونغ بونغ هونغ جونغ بونغ هونغ جونغ بونغ هونغ نحفظوا. يا اسمي ما نسميهش اسمي، ما دام صعيب اسمه صعيب ما نسميش ربه كاع، ما نسميش يا سيدي. ما نقول لا المخفي لا المنفي. يا سيدي نقول واش راك يا سي محمد، واش راك يا سي محمد؟ يا اخي واحد ما يعرفش اسمه سموه باسم محمد صلى الله عليه وسلم. قال واش راك اخويا؟ لا تسميش محمد. واش راك خويا العزيز، واش راك يا صديقي وحبيبي وكذا. ما نعرفش اسمك ما نسميكش يا سيدي. اذا الذي يتحمل المسؤوليه هو مديريه البروتوكول ومديريه الاعلام اللي ما قطعوش المورسو هذا ما يتبانش ما يتضحش. رئيس الجمهوريه ما يعرفش الضيف تاعو اسمه. اذا فشلنا في هذا الجانب يخلي الاعداء قويين. يخرج لك رقاص العين يقول لك رئيس ما يعرفش رئيس تاع ليبيا، يخرج لك ثعبان الاقرع يبهدلونا، ما يعرفوش كذا، يخرجوا يسبونا لانه خطا بروتوكولي صغير يكبروه، خطا اعلامي صغير في المونتاج كانوا قادرين يقصروا الراسه تاع جده ويطهروه، اشتراك يقصوه. صاد كندي نحيو كلمه المخفي وخلاص. الخطأ البروتوكولي الآخر ثاني ما خارج الرئاسة، عندنا نفس الشيء الفشل الذريع اللي عندنا حتى في نهضروا على مستوى الرئاسة عندنا ضعف وفشل وتواطؤ. أنا هنا في الحالة هذه نقدر نقول بلي فيه خيانة. كاين ناس اللي من مصلحتهم تشويه صورة الرئيس، لأنه اللي يخلي المقطع هذا يفوت تعتبرون أنه غلط ويخليه يفوت، إنما يريد تشويه صورة الرئيس، إظهار الرئيس تبون على أساس أنه رئيس ضعيف، رئيس يخلط، رئيس ما يحافظ والو، ما فاهم والو. مرة يعطينا مليار و200 مليون تحلية مياه البحر، مرة تعطي لك تاع سيف الأمير عبد القادر، مرة يعطيك مسدس تاع الأمير عبد القادر في كذا، كل مرة يعطينا غلطة، الذي يسرب هذه المعلومات أو هذه التصريحات يخليها تخرج بدون مونتاج. أنا بالنسبة لي مؤامرة تستهدف صورة رئيس الجمهورية، أنه هذا الرئيس ما يعرفش يهضر، أنه هذا الرئيس ما يعرفش يعبر، أنه هذا الرئيس ما يعرفش تاريخ، أنه هذا الرئيس ما يعرفش الجغرافيا، أنه هذا الرئيس ما يعرفش الثقافة العامة، ما عندوش ثقافة عامة. هذا هو أنت كي تخلي أمور هفوات وأخطاء بدائية
للإعلام، أنا بالنسبة لي راك أنت خائن، أنت تساهم في تشويه صورة رئيس الجمهورية. شفت علاش قلت لك يا تبون نظف المحيط تاعك، نظف الزريبة. ها هو جايك رئيس ليبيا المنفي تقول له المخفية، ما عندها حتى علاقة. الأحزاب السياسية ثانية، شوفوا معايا يعني جهاز الأفلان، جهاز الأفلان اللي هو أقوى وأقدم وأعرق حزب سياسي وجهاز سياسي في الدولة الجزائرية. شوفوا الكارثة اللي داروها لنا، شوفوا الكارثة اللي المفروض هذه تكفي أنه بن مبارك يقدم استقالته. أنا قلت له يا مبارك، يا بن مبارك، يا بن مبارك، أقسم بالله نصيحة لوجه الله، اخرج من الباب الواسع، اخرج من الباب الواسع باش تولي أمين عام قدم استقالته، تبقى لك التاريخ، لأنك ستخرج من الباب الضيق وتخرج مهبط راسك. هذا البروتوكول، هذا الخطأ البروتوكولي يا بن مبارك خطأ فادح، جريمة، كارثة. شنو؟ لما تسمع كلمة خبير واستراتيجي، شكون خبير استراتيجي هذا؟ شكون هذا لما تسمع؟ شكون هو خبير استراتيجي بالفهم عظيم؟ حصل خبير في استراتيجية الإعلام، خبير في مؤخرات زكي محمد، خبير في ترنتو كما قال الآخر، استغفر الله ربي الواحد يبدا. هذا ما تقلقنيش تاع حبيبي، ما تزيدش طلع بالله اختي عصري. شوفوا لنا هذه الكارثة اللي صار. شوف بالعقل، شوفوا معايا الصورة بسرعة. هنا رئيس الأفلان الملك المعظم قيصر الروم، امبراطور الحضارة الأفلانية العظيمة، يستقبل الجماعة تاع حماس شغل تلاميذ الابتدائي. يا شني الصورة هذه وش بروتوكوليا مش مقبولة، أخلاقيا سياسيا ثقافيا رياضيا فنيا مش مقبولة يا بن مبارك. أخطاء كارثية تبين قيمة ومكانة وحجم القيادة السياسية لجهاز الأفلان. لأن قلت لكم مع احترامي الشديد للأشخاص كأشخاص، مع احترامي الشديد للأشخاص كأشخاص، ولكن كمسؤولين نقول له يا سي بن مبارك راك لابس كوستيم أكبر منك، لا فلان أكبر منك، لا فلان أكبر منك، للأسف الشديد. الكارثة الأخرى أو الجريمة الأخرى، قبل يومين أنا نشرت لكم مقطع فيديو لنائب من نواب المجلس اللي هو رئيس لجنة الصحة. قلت لكم رئيس لجنة الصحة اللي هو اسمه سعيد حمسي، رئيس لجنة الصحة في البرلمان، قال باللي القيادة بصراحة ما قامتش بدور في الانتخابات الرئاسية ولم تقدم ما كان ينتظر منها، لم تكن في المستوى، الحملة الانتخابية لم تكن في المستوى، يعني ما هيش مقام الأفلان. أنا وش قلت لكم؟ قلت لكم هذا النائب سيعاقب. الكلمة اللي قالها كلمة حق وكلمة رجل دولة ومسؤول ومناضل، لأنه قال الحقيقة، قال الحقيقة بالرغم من أني ما نعرفوش، قال الحقيقة. قلت لكم سيدفع الثمن، قلت لكم سيدفع الثمن، يفوتوه مجلس التأديب ويعاقبوه ويديروا له. ما فاتش 48 ساعة، ما فاتتش 48 ساعة. هاي وين نحن أعضاء اللجنة الانتقالية لمحافظة سطيف، أعضاء اللجنة المركزية، أعضاء البرلمان بغرفتيه المجتمعون يوم السبت 12 أكتوبر 2024 بمقر محافظة سطيف، وفي ظل ما شهدناه من تصريحات مؤسفة وغير مسؤولة صدرت عن النائب السعيد حمسي خلال ظهوره على قناة البلاد، نصدر البيان التالي. وش البيان هذا؟ المهم البيان كذا من منين نحيو كذا مش عشني زيد كذا رافع. المهم يسحبون شو كيف يمكن لأن الادعاءات الباطلة. نحن في لجنة المحافظة كذا باسم المناضلين ومناضلة الحزب نأسف هذه التصرفات التي تعكس روح الانتماء الحقيقي لحزب جبهة التحرير ولا لقيمة كذا حزب جبهة التحرير كذا تصرفات وهي تصرفات نستنكرها بشدة وندعو جميع المناضلين إلى الترفع عنها والعمل بروح المسؤولية التي يتطلبها هذا الظرف. وكذا وكذا وكذا. رئيس اللجنة الانتقالية أحمد هلالي، الأستاذ أحمد هلالي، الأستاذ هذا أستاذ تعواش، هذا أستاذ رياضيات ولا أستاذ تربية ولا أستاذ أستاذ واش، أستاذ أحمد هلالي. هذا أستاذ أحمد هلالي نقول له من الوقاحة
من الوقاحة أن تسمي نفسك أستاذ، لأنك لو كان جيت صح أستاذ وجيت صح مناضل وجيت إنسان صح عندك شخصية، أوامر مثل هذه ما تطبقهاش، لأنه جاتك أوامر. هذا بالتليفون عيط لك بن مبارك قال لك عاونوني، شوف لنا يا جماعة عاونوني ديروا حاجة ضده، بيتيسيون ضده باش نفوتوا المجلس التأديب ونحوه من الحزب. لأن بن مبارك لم يكن يملك الشجاعة أنه ينحيه مباشرة، لأنه تخلقوا بلبلة. إذا حب يأكل الشوك باسمك أنت يا سي أحمد هلالي هذا الأستاذ، أنت وجماعتك، حب يمسح فيك من الموس غدوة يقول القاعدة النضالية في سطيف هي التي استنكرت ورفضت تصريحات هذا النائب، وبالتالي هو لا يمثل ولاية سطيف. بعد أيام تسمعوا باللي تم إقصاء من الأفلان، وتم إقصاء ممكن في الانتخابات القادمة، مش رايحين يخلوه يترشح ورايحين يقصيوه من الأفلان. لماذا؟ هل لأنه اختلس أو أساء للحزب أو أضر بسمعة الحزب؟ لا، لأنه قال كلمة حق. أنا نقول للمناضلين تاع سطيف إذا كنتوا رجال، إذا كان فيكم ريحة الرجولة، أنا لا أعرف هذا السيد والله ما نعرف، لكن المناضلين نقول لهم إذا كان فيكم ريحة الرجولة ديروا بيان مضاد لهذا البيان. ما تبقى من شرفاء الأفلام في سطيف، ما تبقى من شرفاء الأفلام في سطيف، أنا موجه لهم رسالة نقول لهم إذا كنتوا رجال وفيكم ريحة كما يقول لك الناس ولاد الخير سطيف الفعولة، ديروا بيان مضاد لهذا البيان. قال نحن المناضلين فلان وفلان وفلان نرفض هذا البيان اللي هو بيان مشين ومهين وحقير،